معضلة عبد الله أوجلان وزعامته. أيا ترى أوجلان زعيم ماذا؟ الجماهير الحاشدة حول حزب العمال الكردستاني PKK دأبت على إبداء ردود فعل عنيفة حول أي انتقاد أو تقييم لا توافق تطلعاتهم حول عبد الله أوجلان. فلو انتقدتم أوجلان فأمامكم خياران: الأول أنكم لا تعرفون أوجلان، أنتم جهلة. الثاني هو أنتم جواسيس للمخابرات التركية وعملاء للدولة التركية. هذا إذا لم يقل المرء بأن أوجلان جاسوس للدولة التركية. ولا خيارك. بحثت في حياتي وفكري وممارسات أوجلان لكني لم أحب. فإذا كنت أجنبيا ليس كرديا فموقفهم أكثر ليونة نوعا ما، ولكن إذا كنت كرديا فعليك الطواف بأوجلان ومبايعته ولا سبيل آخر أمامك. وإن لم تطف بأوجلان وتبايعه فهذه جريمة كبيرة بالنسبة لك وستحرم أو تقتل. أحد أبرز وأهم شخصيات في PKK مصطفى قرسو يقول عن أوجلان أنه محارب حتى عن أخطاء القائد آبو، علما أن قرسو ليس شخصا اعتياديا بل هو مرجع معتبر في القضايا الأيديولوجية لPKK. لذا فما يقوله قرسو يجب أن ينفذه أعضاء PKK والمتعاطفون معه، وعليه يجب على كوادر PKK وكافة كياناته وهياكله بما في ذلك المدنيين الدفاع عما يقوله أوجلان حتى لو كان خطأ، وعدم التشكيك في أقواله. فكما أن الشرك بالله خطيئة فكذلك عقوبة الشك في زعامة آبو عظيمة وكبيرة، بمعنى عدا علاقات أوجلان السابقة بالمخابرات التركية وزوجته كسيرة يلدرم التي هي ابنة أحد كبار أعضاء المخابرات وماضيه المظلم والمريب، ليس بإمكانكم عد فكرة واحدة لآبو خاطئة. فكما قال مصطفى قرسو: حتى لو أخطأ أوجلان في القول فعليكم الدفاع عنه وحمايته. وفي السنوات الأخيرة ظهرت بعض النساء داخل PKK أعلن أوجلان كنبي. يرتبط موقف هؤلاء النسوة بالنظام الآبوتي حتى النخاع. نعم، نظام PKK مبني على أساس تقديس أوجلان. بنى أوجلان بنفسه هذا النظام المقدس. بنى أوجلان هذا النظام على الخوف والمصالح المشتركة، أي سياسة الترهيب والترغيب. مهما قدستم وعظمتم أوجلان فستعلو مكانتكم في PKK واستفدتم أكثر من مزايا السلطة. مقولة قرسو أنا محارب حتى عن أخطاء القائد هي في الحقيقة حماية لحياته. فهو يعلم جيدا أن رفيقه في السجن محمد شانر والذي دخل معه صيام الموت قتل فقط لأنه انتقد استراتيجية أوجلان العسكرية. قرسو الذي لا يستطيع وحده القيام بأي عمل عسكري أو سياسي، بل حتى لا يستطيع تحضير شاي لنفسه، ولكن للأسف فمنذ إطلاق سراحه من السجن عام 91 ولغاية اليوم يحمله مناضلو التنظيم ومقاتلوه على ظهورهم ويموتون من أجل حمايته. نعم، نال قرسو هذا المنصب من خلال ولائه المطلق وإخلاصه التام لأوجلان. هذه العلاقة بين السلطة والولاء التي بناها أوجلان مؤثرة في كل مكان. فعندما كان أوجلان في دمشق منحت الكوادر النسوية المتجمعة حوله الرتب والمناصب قدر تقديسهن وتمجيدهن لآبو. ومن لم يعظم أوجلان أرسل إلى المناطق التي تشتد فيها المواجهات والقتال ليقتل هناك، أو بقوا دون رتب ومناصب طيلة حياتهم. بسبب حب السلطة كانت الكوادر النسوية لPKK تدمر بعضهن البعض وتتنافسن فيما بينهن في تقديس أوجلان وتقديم الولاء له. في تربية أوجلان كان القادة الرجال يقفون أمام أوجلان ويهينون أنفسهم، وأوجلان يقول على هذا الأساس مرتبط بالقيادة، ملائم ومنفتح على التقدم ويوظفهم عليه. هذا النظام ما زال مستمرا من عباس إلى جمعة أي جميل بايك. الكل يعلم أنهم إذا انتقدوا أوجلان فمصيرهم الموت والضياع. كوادر PKK في تركيا ملزمون بالقيام بالأنشطة الأكثر راديكالية باسم أوجلان حتى لا يذهبوا إلى الجبال ويعيشوا حياة طبيعية. يجب على نواب حزب الشعوب الديمقراطي والأحزاب الأخرى المختلفة المسميات أن يعظموا أوجلان ويقدسونه، أن يشاركوا في المسيرات والفعاليات ويتوددوا لقنديل كي يصبحوا نوابا ورؤساء بلديات. كوادر PKK في أوروبا يحرسون أوجلان ويدافعون عنه بلا حدود لئلا يرسلوا إلى الجبال. الأشخاص الفارين من الدولة التركية والمطالبين للجوء في أوروبا يشيدون بأفكار أوجلان على شاشة وقنوات PKK،
لتصبح عملية حصولهم على اللجوء أسهل والاستفادة من الفرص الاقتصادية أكبر. بينما الذين ينتقدون أوجلان يواجهون العزلة وتهديدات اقتصادية واجتماعية في تركيا وأوروبا، كما يوصفون بالخونة. لذلك فالشرط الأول للانضمام لباكك هو أداء القسم باسم أوجلان أيا كنتم ومهما فعلتم. فلو أقسمتم باسم آبو فستفتح السبل والفرص أمامكم بأوسع أبوابها. لذا فمن يعظمون أوجلان ويشيدون به أكثر هم تجار المخدرات المرتزقة والجحوش المافيا، بل وحتى جواسيس الدولة التركية. دعونا لا ننسى المدعو عمر جني الذي اغتال ساكنة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شالمز في باريس، هو الرجل الذي علق صورة أوجلان على برج إيفل في باريس. لذلك مهما كنتم مذنبين ومجرمين فلن تكون هناك مشكلة إذا عظمتم أوجلان. عدا الخط السياسي وعلاقاته مع الدولة التركية فإن أوجلان شخصية مريضة. أوجلان مصاب بجنون العظمة، مختل عقلية، براغماتي، يفتقر إلى القيم الأخلاقية. مبدأه هو أن يرى نفسه كإله وخلق اسمه. تعريف الذات بالصفات الإلهية هو سبب مرضه هذا. يقبل نفسه باعتبار خالق قدوس ويريد أن يقبله الجميع على هذا النحو، وبعد انتهاء وانتفاء أي مصلحة برفاقه يطعنهم بخنجره في ظهورهم ويمهد ويعبد طريقه. فأوجلان قتل أكثر من 50% من رفاقه المؤسسين الأوائل لباكك. لو لم يتم اعتقال أوجلان لكان قد ألقى بجميل بايك ودوران كالكان أيضا في مكب نفايات باكك. بهذه الشخصية المريضة لا يمكن لأوجلان أن يكون قائدا أو زعيما كرديا. يحاول باكك إخفاء شخصية أوجلان المريضة وخطه السياسي المشبوه بآلاف الشعارات والصور وشتى الدعايات ومختلف الأقنعة. أجمل الأزهار في الطبيعة هي الأكثر سما. هذه الأزهار تخفي سمها وراء جمالها. يستخدم المجتمع أيضا خاصية الطبيعة وميزتها هذه. يمكن للأفكار السامة والبالغة الخطورة أن تختبئ وراء جمال الكلمات والمحسنات الأدبية. فهذا التقديس المفرط لأوجلان هو فقط من أجل إخفاء وجهه الحقيقي. فمثلا يقال بأن أوجلان مقاوم، لكن أوجلان هو الشخص الذي لا يستطيع أن يجوع نفسه لمدة ساعة، وهو مذعور وجبان بحيث لا يتجرأ على إطلاق رصاصة. والعالم كله رأى وشاهد كيف خان حزبه وأتباعه ومخلصيه في إمرالي. يقولون إن أوجلان سيحرر كردستان، لكن في تنظيم أوجلان يعتبر التحدث باللغة الكردية تخلفا، والكردية قروية وتخلف. في باراديغما أوجلان تهان العشيرة والمذهب والمكونات الدينية والخصائص الشخصية والثقافة الاجتماعية حول الكردية. فمنطلق أوجلان وتقسيم وتفتيت المجتمع الكردي. يجب أن نقول علنا مهما أرادوا جمع الجماهير والحشود وترديد الشعارات ورفع الصور وصنع فيديوهات جميلة، فإن أي من هذه الممارسات لا تكفي لإخفاء نفسية أوجلان المريضة وخطه الخياني الغادر. مكان أوجلان في تاريخ كردستان سيكون مع الخونة، ولا مكان لأوجلان بين صفوف القادة أمثال الشيخ سعيد وقاضي محمد وسيد رضا الذين لم يستسلموا لأعدائهم. مكان أوجلان في التاريخ سيكون جنب الخونة أمثال ذياب آغا وريبل. مرة أخرى نقول أوجلان ليس زعيما أو قائدا للكرد. أوجلان ليس زعيما للشعب. أوجلان هو قائد خط العدو وقائد الخيانة.